السلام عليكم. فيديو جديد من حلقة أساسيات بتاعت اللغة الإندونيسية. احنا دلوقتي هنتكلم عن الصحاب والأقارب. آه، الأهداف، يعني أنت تعترف عن الكلمات أساسيات في العلاقات بين الناس، يعني علاقات آه، مثلا عمي ولا جدتي ولا حاجات زي كده، وتتعرف على الضمائر بالإندونيسي. هنشوف إن شاء الله. مين أنت؟ kamu siapa؟ kamu siapa؟ kamu siapa يعني أنت مين؟ kamu siapa؟ بص، الحاجة الأولى، إحنا عندنا الأب عندنا أياه، أو إحنا عندنا إبو. أياه إبو يعني الأب والأم. في أسماء أصلا، يعني الأيه دي تعتبر اللغة الإندونيسية الفصيحة أو اللي مفهومة، يعني حول البلد كلها ناس تفهمها. يعني أيه إبو، أيه إبو. أو ممكن في حد اللي يقول لك بابا، بابا ماما. بابا ماما يعني هي أصلا مأخوذة من بابا وماما، يعني إحنا بنقول بابا ماما، بابا ماما. لو ممكن في مثلا عائلة متدينة الإسلام، يعني إسلام المتدين، يعني عائلة مسلمة متدينة جدا. احنا بنقول في اندونيسيا، حتى انا مع ابويا، احنا بنقول كده ابي او امي. ابي امي، بس الام بقى بدون تشديد، يعني احنا بنقول كده امي ابي امي. بعدين بقى احنا عندنا عم او خالة. احنا بنقول تانت او بيبي. هي بيبي اصلا مأخوذة من اللغة الفارسية، بيبي. لو انا مش غلطان يعني. والطانت هي احنا بنقول تانت، بس هي اصلا جت من كلمة فرنسية، طانت. احنا بنقول تانت. واحنا عندنا عم او خال، احنا بنقول بامان او ام ديت اصل. انا حاسس ان ده مأخوذ من اللغة العربية. عم احنا بنقول ام او بامان. فاما بامان اما ام. وهو او هي الضمير للغايب، يعني للغايب حد راجل او واحدة بنت، احنا بنقول ديا ديا. بعدين احنا عندنا اخ الصغير يعني اديك. واحنا عندنا ابن يعني او ولد، يعني انا. واحنا عندنا اخ الكبير او اخت الكبيرة، كاكا. يعني ممكن اقول حسب، مثلا كاكا perempuan معناها الكاكا ده للبنت، يعني perempuan للبنت. كاكا laki-laki يعني الأخ الكبير. فكاكا laki-laki كاكا perempuan حسب يعني. بس ممكن تقول كاكا عادي، يعني كاكا تعتبر أي كاكا، إما كاكا بنت إما كاكا راجل يعني. احنا عندنا حوار متبادل. خلينا نجرب ان شاء الله. لا، مش حوار متبادل. احنا دلوقتي زي مواصفات definition. هنقراها انا الاول بعدين انت تاني، يعني ان شاء الله. ini paman saya namanya Muhammad. Dia bekerja sebagai insinyur. Umurnya 27 tahun. Dia belum menikah. مش احنا دلوقتي عندنا مثلا الحد ما بيشتغلش، يعني مثلا الطفل يعني. فهقرأ دلوقتي. ini anak saya namanya Karim.
umurnya 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Dia bersekolah di SDN 03 Depok. كده. بص الحتة الأولانية حاجتين مهمتين جدا اللي هي bekerja وبلاجر أو bersekolah. يعني إما بلاجر معناها studying يعني بيدرس، أو bersekolah معناها برضو بيدرس بس هي زي schooling كده معناها. bekerja معناها بيشتغل. فإني paman saya ده عمي namanya Muhammad، اسمه محمد. dia bekerja هو بيشتغل sebagai يعني insinyur يعني كمهندس. umurnya 27 tahun، هو عمره 27. احنا عندنا 27 يعني احنا بنقول 20 اولا بعدين 7 يعني. umurnya 27 tahun. dia belum menikah. قلت لكم belum يعني لسه، هو لسه ما بيجوش يعني، هو مش متجوز او لسه ما يتجوز يعني. ف dia belum menikah صح. احنا ننتقل دلوقتي ini anak saya، ده ابني او ده ولدي. namanya Karim، اسمه كريم. umurnya 10 tahun. عمره 10 سنين أو 10 سنوات يعني. umurnya 10 tahun. dia bersekolah أو dia belajar di SDN 03 Depok. هو بيدرس في SDN هي تقصير من sekolah dasar negeri يعني sekolah dasar يعني elementary school أو ابتدائي يعني ابتدائي. N يعني كلمة N نجري معناه حكومي يعني مدرسة الابتدائية الحكومية. 03 يعني يعني رقم. لو بعد ال SDN ده بيبدأ رقم معناه ده دي مدرسة تحت رعاية الحكومة يعني مدرسة حكومية. ديبوك يعني المنطقة. احنا دلوقتي بنبقى دايما بنقول المدرسة بالرقم بعدين باسم المدينة. ده تمبلت بتاع المدرسة الحكومية. لو ممكن مدرسة خاصة مثلا مدرسة الإسلامية، معهد مثلا معهد إسلامي، أو ممكن مدرسة إسلامية كذا، فإحنا بنقول مثلا sekolah dasar IT. إحنا بنقول IT SD IT يعني ابتدائي إسلام terpadu يعني إسلامية بسيستم يعني يعني منظم، مدرسة منظمة الإسلامية. وبعدين ممكن اسم المدينة عادي. ونشوف بقى كلمات أساسية. ayah ibu أو ممكن بابا ماما. ayah ibu بابا ماما أبي أمي نفس المعنى. paman يعني عم أو خال. بيبي تانت يعني عمة. بيبي تانت يعني عمة. أنك يعني ولد. أو ممكن child عمة يعني هي طفل يعني طفلي. أو ممكن ابني ممكن بنتي يعني. فأنا وأديك يعني الصغير أو الصغيرة حسب يعني الجندر بتاعه. وكاكا يعني أخ أو أخت الكبيرة حسب برضو الجنس يعني جنس like هو راجل ولا بنت يعني. فإحنا بنقول أديك ممكن كاكا ممكن يعني بدون تبيين يعني راجل ولا بنت ماشي عادي جدا. شروحات واضحة إن شاء الله. وخلينا نجرب حوار متبادل. أنا وأنت. أنا طارق وأنت أسامة. أنا هقرأ طارق وأنت هتقرأ أسامة.
Itu siapa? Itu siapa? Yang pakai baju merah. ماشي. دلوقتي ممكن نجرب أنا سلمى مثلا وانتي عايشة. Itu siapa? Itu yang pakai baju hijau. دلوقتي احنا هنقرأ بالكامل مثلا. Itu siapa? Yang mana? Yang pakai baju merah. Yang pakai baju merah. Itu pamanku. Itu siapa? Yang mana? Itu yang pakai baju hijau. Itu ayahku. itu ayahku. احنا اتعلمنا قبل كده ان في كلمة اني وإتو تشير الى جهة البعيدة، واني الجهة القريبة. مش اتعلمنا وجربنا واتعلمنا برضو الالوان. في هنا مرة قلتلكوا قبل كده مرة ريد او احمر، هيجو معناها اخضر، بادج يعني لبس او clothing، اي clothing بقى. itu siapa مين يعني. yang mana yang يعني اللي mana يعني فين او yang mana اصلا انهي واحد او انهي واحدة يعني. اللي بيلبس كذا yang بيبقى معناه الأصل معناه اللي yang pakai baju merah اللي بيلبس اللبس الأحمر. yang pakai اللي بيلبس baju merah لبس الأحمر. yang pakai baju hijau مثلا اللي بيلبس لبس الأخضر. كده وبس. عابي الاستمارة. لو في أسئلة اكتبولي في الكومنت إن شاء الله هجاوبك أو هجاوبك أختي. وبس كده يعني. كلمات أساسية أو ملخص من الفيديو. siapa itu هو مين. الأب والأم ayah ibu، om tante adik kakak adik kakak، أو ممكن حتى العائلة الكبيرة شوية احنا بنقول kakek nenek. kakek للجد ونينة للجدة. kakek nenek جدة. kakek nenek أو kakek nenek أم تانتا. وفي علاقات تانية في الأسرة أو في الأهل. لا بالنسبة لي ده كافي. أو أصحاب ممكن احنا بنقول تمن تعتبر friends يعني حد صاحبي عادي. لو أقرب من كده أعز من كده احنا بنقول صحابات يعني close friends كده يعني. صحابات يعني صاحبي اللي أقرب مني أعز يعني. وفي كلمة برضو كلمة ركن هي أصلا زي زميلي ولكن زميلي فعلا في الشغل في العمل. أو my partner in work احنا بنقول ركن kerja مثلا يعني صاحبي في الشغل في العمل ركن kerja. وبعدين بقى teman sahabat. لو في 2 مصاحبين يعني لو مثلا علاقة حرام يعني احنا بنقول مثلا هم بيعملوا علاقة relationship احنا بنقول mereka pacaran عندنا relationship ده الحرام ده. ايه تاني pacaran. لو احنا بنقول مثلا هو girlfriend بتاعي او girlfriend بتاعتي يعني احنا بنقول dia pacar saya. pacar ينفع للراجل والبنت يعني. فpacar saya لو تتقال عند البنت معناها girlfriend، لو تتقال عند الراجل معناها pacar boyfriend يعني حسب. لا سمح الله لو ده حصل يعني لو ده بيعمل علاقة حرام بس
كده. pacaran pacar الشخص، pacaran العمل نسميه ده. وبعدين بقى ايه، بادجو لبس والالوان اتعلمنا قبل كده. وخلاص كده خلصنا الفيديو النهارده وتعليمنا النهارده، خلصنا الحمد لله. لو في اسئله اكتبوا لي في الكومنتس تاني ان شاء الله، وهنشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا هعمل ده مجانا، متنسوش لايك ومن سبسكرايب لاي عرب اللي عايز يتعلم اللغه الهندوسيه. انشروا الفيديو، فعلا انشروا الفيديو، انا ما طلبتش ولا حاجه ولا جنيه منكم. المفروض انكم تشتركوا في القناه وانشروا الفيديو وبس كده. هبقى مشكور جدا ليكم كلكم وكده بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا ماشي، باي باي، السلام عليكم، دادا دادا.